السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتمنى إن شاء الله يكون صيامكم مقبول وإفطاركم شهي بقدرة ربي. أنا كما وعدتكم، حبيت نوريكم اليوم. وريتكم الشرمولة وطو باش نوريكم الحوت كيفاش نملحوه. الحوت يتكلف لنا غالي برشا. باش نوريكم الطريقة، باش نفسر لكم كيفاش نخدموا الحوت باش نحضروه للتمليح. ما تنساوش باش تشاركوا في القناة متاعنا وتعملوا البوس متاعكم هذاك جيم، وتحطوا لي دي كومنتير كيما تحبوا نتوما. باش نبداو على بركة الله. انا اليوم خذيت يجيني من ابن الحوت، هو الحنش متاع الحوت لي زانغي، يجوني من ابن ما فما في التمليح. ياسر نحبهم، نتوما احرار، نجموا تستعملوا البوريت، نجموا تستعملوا قاروص، نجموا اي حوت تعملوه. بون الحوت الكبير اللي لحمته بيضة، ما تعملوش بوسون بلو، هذايا معناها حاجة معروفة. ما يلزمش تعملوا البوسون بلو، خاصة البوري باهي برشا، ولا القاروص. نبداو بسم الله. انا توا خذيت كعبة الحنشة متاعي، ذبحتها، نحيت لها الراس كيما تشوفوا، نظفت لها الكرش متاعها وقسمتها، عملتها كي الفيلي. خليت الشوك متاعها، اللي يحب ينحي الشوك ينجم ينحي لها الشوك متاعها من غير ما ينحي معاها برشا لحم، بوكوا با. انا ما نجمش، خاطر يطلب برشا قوه ويلزم يكون بحر صحيح باش ينجم يقدهم. انا عملت هذيا وزدت قسمتها الكعبه، نقسمها على 2 باش تاخذ لي اقل بلاصه في الوقت اللي نملحها باش نحطها في التركينه في الكوجينه. توا باش نوريكم الطريقه. به باش نجمو ننجحوا في العمليه متاعنا، يلزمنا نحضروا كرادن، طروف نتاع كرذونه، كرذونه اي كرذونه، والملح، لازم برشا ملح هكا. ملح، انا حضرت الملح، حضرت الكرذونه متاعي. وقبل الكرذونه باش نحط لي بلاطو العظم، معنا لي بلاطو العظم انا رفستهم باش نجم نحكم فيهم. انا نحطهم هما من اللوطه، تو تفهموا علاش انا نعمل هذا الكل. توا قبل كل شيء نبداو بالكرذونه متاعنا، نفرشوا فوقها الملح بزايد ملح، ناخذ معناها بزايد ملح، ناخذ حاجه نهز بها خير. فوالا، نفرشوا ملح بالقدا، لازم تخليوه بلاصه بلاش ملح. نعملوا كيما نقولوا فرش جرايه نتاع ملح. هذا. وتوا ناخذوا الحوته متاعنا، ناخذوها ونفرشوها فوق الملح، نفرشوها مليح فوق الملح، ونزيدو نغطيوها بالملح. نغطيوها ملح، ناخذوا ملح احرش، ردوا بالكم ما تاخذوش ملح ارطب، راهو الملح الارطب يهلكها، ما يخليش التمليحه تجي باهيه، خاطر الملح الارطب يتشرب كيسه، مش كيما الملح الاحرش. الملح الاحرش ما يتشربش كيسه. شفتوا كيفاش نخدمها هكا دو فاصون، هكا كيفاش قد ما تزيد الملح وتعطيها مليح ديما باهي. نزيد الكعبه الاخرى نحطها فوقها، ونزيد نغطيها زادا كيف كيف بالملح. عرفتوا كيفاه نخدموه؟ بالإيتاج، كل مره نحطوا الملح ونغطيه حتى لين نكملوا الكونتيتي اللي عندنا. توا انا باش نكمل نخدمها الكل، حاولوا نصفوها بالكدا بنظام دو فاصون اللي نخدمهم الكل، ومن بعد نوريكم طريقه كيفاش نخبيوهم. توا ناخذوا الكرذونه، لازم تكون من الجهه هكا، لازم من الجهه هكا، معناها ناخذوها من الجهه هذه، اذا كان فيها كتيبه حطوها من الجهه هذه، ما تحطوهاش من جهه الكتيبه. نحطوها فوقها وننزلوا عليها. ومن بعد توا باش نقرطها بالحبل
وباش نوريكم كيفاش نخدمها. توا نقرطها انا بالسباولو. هو هذايا باش نقرطها بيه. نقرطها نوريكم كيفاش التقريطه. ندور عليها، نكبس عليها مليح دو فاصون اللي تتلمل كلها. وباش نوريكم كيفاش طريقه التخبيه. انا ملاحظه انا الفيوله نتاع قسمتها خاطر في اثنين، خاطر مش فرد كبر، معناها باش يجيني مش كيف كيف. اخترت نعمل الشطر الفوقاني وحده والشطر الوطاني وحده. اوكي. وانتم احرار تحبوا تعملوهم كاملين كان عندك البلاصه وين تخبي. خاطر من بعد تو تفهموا علاش عملت هكاكا. تبعوني وما تنساوش باش تنزلوا على الجرس باش ديما تجيكم الجديد نتاع القناه نتاعنا. وقعدوا معايا تبعوني للاخر باش تشوفوا الطريقه كامله. هاو كيفاش ربطته ولا كي الباكو هكا. شفتوه باكو هكا. توا باش ناخذو انا، معناها انا توا باش نوريكم الطريقه خاطر ماهيش هذه بلاصتو، يعني باش نحطو في بلاصه اخرى في الكوجينه. باش نحط له هذوما اللي قلت لكم عليهم نتاع العظم، نحطها تحته واحده تحته هكا كيما هكا، ونزيد واحده اخرى زوز قلت لكم رفستهم انا باش نحطهم فوقها هكا. ننزل عليها مليح بيديا هكا هكا. ونزيد نحط عليهم حاجه، كان عندكم حاجه ثقيله حكوك الطماطم اي حاجه ترزنوا قد ما تنجموا. انا من بعد باش نحط عليهم حاجات معناها وحدات حديد. وما تنساوش باش تشاركوا في القناه نتاعنا لي بليزير دو جاسمان اللي هي زهره الياسمين بالعربي، وتعملوا لايك نتاعكم. ما تنساوش باش تعملوا لايك وباش تخليوا لي دي كومونتير. والطريقه هذه باهيه برشا. تخليه حكايه جمعه ولا اكثر، تنجم تخليه اكثر. ومن بعد ليله العيد تنحيوه، تمضوه مكل الملح نتاعو، نحيو الملح نتاعو تنفخوه في شويه ماء، تغسلوه نفخوه في شويه ماء. ومن بعد ما حكايه سويعه من زمان، ومن بعد تاخذوه وتصمتوه حكايه 4 ساعات باش يطيب. هو هذايا اللونغي ياخذ اكثر وقت باش يطيب. وكيف تطيبوه ناكلوه بالشرموله، مع نعديو به الشرموله. وان شاء الله بقدرة ربي تو نعاود نعمل لكم فيديو نوريكم فيها كيفاش نحيو الملح وكيفاش نخدموه وكيفاش نطيبوه. وان شاء الله من هنا لغادي تصوموا بصحة الابدان، ويا ربي ان شاء الله الناس الكل بخير ويجيكم العيد على خير يا ربي في صحة وعافية يا ربي. وما تنساوش باش تشاركوا في القناة بتاعنا ولي بليزير دو جاسمان، زهراء الياسمين بالعربي. ومرحبا بكم الناس الكل، واستنوني في موعد جاي يا ربي. باي باي، إلى اللقاء.